السلام عليكم الإخوان. قصة اليوم قصة أسطورة. من مدينة صغيرة في هولندا خرج فتى نحيف الجسد قوي الإرادة يحمل في عينيه حلما وفي قدميه سحرا لا يوصف. إنه حكيم زياش، الطفل الذي كتب قصته بالحلم والإصرار. بدأ حكيم في نادي هيرينفين، ثم خطا بثقة إلى جفينتي قبل أن يسطع نجمه عاليا مع أياكس أمستردام، حيث أدهش أوروبا بتمريرته الساحرة وتسديداته التي لا تصد. ثم جاءت القفزة النوعية الكبرى إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث رفع مع زملائه كأس دوري أبطال أوروبا وأثبت أن الفتى المغربي لا يعرف المستحيل. ومع المنتخب الوطني المغربي كانت الحكاية أجمل وأصدق. لحظات من المجد والدموع والفخر في مونديال قطر كان أحد صناع المعجزة، حين جعل المغرب أول بلد إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. واليوم يعود البطل إلى حضن الوطن، يعود إلى الوداد الرياضي، النادي العريق الذي تنبض به قلوب الملايين. خطوة لم تكن عادية، بل كانت رسالة عنوانها الوفاء وعودة تقول: من الوطن بدأنا وإليه نعود. حبة المشمش كما يلقبوه عشاقه عاد ليسعد الجماهير من جديد وليؤكد أن الأساطير لا تنطفئ بل تزداد بريقا مع كل عودة إلى الأصل. حكيم زياش فخر المغرب، رمز العزيمة وأيقونة الإبداع. إن كنت من عشاق هذا البطل اضغط إعجاب واشترك في القناة وشارك هذا الفيديو مع العالم، لأن صوت المغرب يجب أن يسمع، وقصة زياش يجب أن تبقى خالدة في ذاكرة كل عاشق لكرة القدم. ديما المغرب، عاش الملك.